ما هي الآلية لردع هذا المشروع حاليا؟ حقيقة الآلية أنه يجب أن نفهم أن إيران لا يمكن إصلاحها. بنص الدستور الإيراني ينص على أن إيران دولة إرهابية ويجب أن تصدر الإرهاب، ونفهم أن ما تقوم به إيران أو ما تقوم أذرعتها بالمنطقة هو جزء من مشروع متكامل، وهو مشروع عقدي. الحرب عقدية وليست على مصالح. أول خطوة يعني أطمح إليها أو آمل أن تتم هو دعوة منظمة التعاون الإسلامي للانعقاد ولو على مستوى وزراء الخارجية، وطرد إيران من عضوية هذه المنظمة ونزع صفة الدولة الإسلامية عن إيران. إيران ليست دولة إسلامية. من يستهدف الحرم بالصواريخ ليس بمسلم، وبالتالي هذا أقل ما يقال أنه ينزع عنها صفة الدولة الإسلامية وأنها تطرد من منظمة التعاون الإسلامي، وإذا طردت من هذه المنظمة تبعا ستطرد من باقي المنظمات. تبعات إذا فعلا تم ذلك، تبعاته اللي ممكن أن تشكل ضغط على إيران ما هي؟ وإذا اقتنع المجتمع العربي ومنظمة العالم الإسلامي بذلك، اللي تقريبا الكل مقتنع بكونها مصدر للإرهاب، ماذا عن الخارج؟ ماذا عن مجلس الأمن؟ ماذا عن كل هذه الأمور بشكل عام؟ دعيني أكون صريح في هذه النقطة. إيران واجهت حظرا دوليا طويلا وواجهت انخفاضا بأسعار النفط، وعندما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي أن إيران على وشك الإفلاس وبدأت تقدم تنازلات للمنطقة، قامت الولايات المتحدة بفك الحظر عن 300 مليون دولار. صحيح. وأرسلتها لإيران بطائرات شحن. الاتحاد الروسي كذلك قام بوعد إيران بمدها ب5 مليار دولار كقرض ميسر، وبالتالي المجتمع الدولي لا يسمح لإيران بالسقوط، ولكن ذكاؤنا وقوتنا هو أن ننتزع أكبر قدر من حقوقنا، وأن نجعل، سأكون صريح بهذه النقطة، إن لم تنتقل الحرب داخل إيران ونشغل إيران في نفسها ستبقى إيران هي اللاعب الرئيسي في المنطقة. إيران للأسف هي اختارت ميدان المعركة وهو الوطن العربي، وهي التي اختارت الأسلوب، وهي التي اختارت التوقيت، ومن يختار ميدان المعركة والتوقيت والأسلوب هو الذي يكون مسيطر في غالب الوقت. أشكرك على كل هذه الإيضاحات دكتور عبد العزيز، دكتور نايف الوقاع. شكرا جزيلا لك. أعتذر. شكرا جزيلا لك.